ركب الرجل شوكتين فولاذيتين في مقدمة السيارة وفتح صمامات البطارية، ثم أغلق القاطعة على تيار قدره 8000 فولت. بعدها أعطى السائق المفتاح وطلب منه ارتداء القناع، وبعد أن تم تجهيز كل شيء ضغط السائق على الزر، لكن هذا لم يكن سوى جزء بسيط من قوة شوكة الفولاذ الكهرومغناطيسية. بعد تجارب عديدة قاد شيانغ السيارة المعدلة إلى الطريق السريع، أضاء تيار الشوكتين باللون الأحمر وانطلق حتى لحق بتجار المخدرات، ثم ضغط بقوة على مؤخرة سيارتهم، ثم ضغط على الزر فأطلقت السيارة التيار بقوة قدرها 8000 فولت. ضغط على دواسة الوقود واقترب بسرعة من السيارة الثانية، ثم ضغط على الزر فانطلقت السيارة بعنف. وعندما رأت السيارة الثالثة ما حدث، خرج أحد رجال العصابة وحاول أن يطلق النار على شيانغ في محاولة لقمع الهجوم. تفادى شيانغ الهجوم بحركة متعرجة، ثم اقترب من مؤخرة السيارة، لكن فجأة تعطلت شوكة الفولاذ الكهرومغناطيسية، فغضب شيانغ وضرب السيارة، مما أعاد تنشيط النظام الكهربائي. انطلقت السيارة الثالثة نحو السماء بقوة هائلة قبل أن تنفجر وقضى على جميع المجرمين.